السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة جايب لكم شقة مساحتها 135 متر صافي متفرعة من المرطية فيصل. ده عداد الكهرباء بتاعها، ده العداد القديم مش عداد كارت اللي هو أبو حديدة. ماشي، دي كده هنا البداية، ده باب مصفح، حاجة كويسة جدا. هنا دي كده البداية، ده الريسبشن بتاعنا موجود على الشارع. تشطيب والديكورات حاجة كويسة خالص فيه. كمان في كشافات طوارئ عشان قصة الكهرباء اللي بتقطع الأيام دي. الكشافات دي بتشتغل معانا على طول دايركت أول ما بتقطع الكهرباء. ما قطعتش كهرباء وعايز تشغلها، في دي ليها زرار، يعني لو عايز تقعد في إضاءة هادية خالص بتشغلها. هنا كده ده موجود عندنا الريسبشن. الريسبشن ده موجود ببلكونة على الشارع. طبعا في عندنا شوية مميزات جدا هنا في الشارع. احنا تاني نمرة من الشارع الرئيسي او اول نمرة من الشارع الرئيسي، بس الشارع بتبص على الشارع الجانبي، عرضه 14 متر، مش مجروحة خالص. لو احنا فتحنا الشباك كمان مفيش قدامنا حد فاتح شبابيك او بلكونات زي ما انتم شايفين كده. يعني الريسبشن بتاعنا لو احنا فتحناه بالكامل مش هيبقى مجروح خالص. وده الريسبشن كمان مرة اهو. الريسبشن ده فيه كذا كشاف، اللي هو كشافات الطوارئ اللي احنا بنقول عليها. ده بيشتغل دايركت اول ما الكهرباء بتقطع، زي ما حضراتكم كده شايفين. طبعا السبوتات اللي بترش دي محروقه، عايزه تتغير بس مش اكتر من كده. بعد كده حتى لو اللي ياخدوا الشقه مش عايز يديها وش نظافه، هي شقه نظيفه. والشقه دي كمان جايه بسعر لقطه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. يعني هنا المنطقه بتتبيع في المنطقه دي الشقق 2 مليون، 2 مليون و100. الشقه دي جايه بمليون 450 الف لدواعي السفر يا جماعه، يعني صاحبها مسافر، فعشان كده منزل جامد في السعر فيها. هنا الطرقه الداخليه اهي. هنا ده عداد الغاز. طبعا لوحة الكهرباء حاجة من أعلى ما يكون. مفاتيح نفس الأداء، الأسلاك الداخلية سويدي الأصلي. هنا دي المطبخ موجود عندنا، مطبخ واخد المساحات كلها كاملة. السقف بتاعه جبسون بورد، حاجة كويسة جدا. زي ما حضراتكم كده شايفين. برضو نفس الأداء، كشافات الطور بتبقى موجودة فيه. هنا موجود عندنا ده الحمام. الحمام ده بيركب له هنا كابينة شاور في الجزء ده. بانيو بتاعه بانيو قدم، بانيو كابينة شاور. برضو السقف بتاعه سقف ساقط او جبسون بورد. نكمل. ده موجود عندنا هنا اول اوضه، زي ما انتم شايفين كده. الديكورات برضو بتاعتها السبوتات بس اللي هي المحروقه هي اللي هتتغير. اللي عايز يديها وش تاني، وش نظافه او تغيير الوان، مفيش ادنى مشكله. لكن هي الشقه نظيفه، يعني لو مش عايز تعمل فيها اي حاجه خالص ما تعملش. يبقى احنا كده عندنا شفنا الريسبشن والحمام والمطبخ واول اوضه، دي الطرقه الداخليه. هنا بقى يا جماعه موجود عندنا صاله بين الغرف. يعني لو في عندنا ضيوف قاعدة في الريسبشن، الصالة دي بتبقى بين الأوض. لو ممكن تستخدمها كغرفة معيشة، المهم إن هي صالة تاني مش أوضة. الصالة دي بيبقى موجود عليها أوضتين تاني هم، تمام. وليها في نفس الوقت شباك على المنور، يعني ليها تهوية وليها شغل في السقف. هو طبعا المفروض إن لسه ليه حاجات بتعمل بتركب، لكن ليه اللينة بتاعتها موجودة. ماشي، نكمل. دي الأوضة التانية، أوضة الأطفال التانية. طبعا احنا بنكرر وبنقول إن الشقة دي يا جماعة مساحتها 135 متر صافي، مش إجمالي المساحة. يعني إجمالي المساحة تعملها بتاع حوالي 160 متر. برضو نفس القصة، فيها كشافات الطوارئ موجود عندنا في كل أوضة. والشقة دي احنا بنقول جاية بسعر ممتاز جدا جدا فوق ما تتخيلوا، يعني نازلة عن تمنها كتير لدواعي السفر. دي الأوضة التالتة، دي أوضة النوم الرئيسية. أوضة كبيرة جدا، واخدة أوضة نوم ممتازة زي ما حضراتكم كده شايفين. الشقة دي مطلوب فيها مليون 450 ألف، مطلوب فيها مليون 450 ألف. السعر بتاعها ممتاز جدا 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 فوق ما تتخيلوا.
يبقى شقة 3 نوم، ريسبشن، حمام، مطبخ، صالة بين الغرف. السعر بتاعها 1,450,000 جنيه كاش ترابيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.